اهلا بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في صحه جيده وفي احسن الاحوال. كما شفتوا معايا اليوم جيتكم ان شاء الله بفيديو جديد. ان شاء الله غادي نشارك معكم الصباغه ديال الزليج، كيفاش لابليكاسيون ديالها، وان شاء الله حتى الصباغه اللي غادي ندير في الصالون، ونطيبوا الغديوه ديالنا. المهم غيكون واحد روتين ان شاء الله صباحي. يلا خليكم معايا، ما تمشيو فين. البنات كما كتشوفوا معايا، اول حاجه نوصيكم عليها بالنسبه لهاد الصباغه ديال يعني ديال الزليج، خاصكم تردوا البال مزيان مزيان البلاصه اللي يعني الارض فين غتقدر طيح شي نقطه اولا يعني طيح عليها الصباغه، لانها ماشي بحال الصباغه العاديه اللي كنديروا في الحائط. ميم هذه بحال السيراميك، دونك الا طاحت في الارض صراحه كتجي صعوبه باش كنحيدوها من الارض ومن اي حاجه سقات فيها. دونك خصنا نديروا اول حاجه اتونسيون، يعني نغطيو كاع الاماكن اللي نقدروا نخافوا عليهم انها طيح عليهم الصباغه. كما قلت لكم البنات كتخدم بالرولو كيف ما وصانا السيد اللي خديناها من عنده. كتخدم هكا بالرولو، كدير لاكوش الاولى وكتسنى واحد شويه عاد كتعاود لاكوش الثانيه. مهم الا اضطريتي، الا كان عندك زليج فونسي كضطر تزيد حتى لاكوش ثالثه. هي بالنسبه للثمن البنات كما قلت لكم راه كتطلع غاليه، لان صراحه كيلو يعني ما كيديرش بزاف ديال المسافه. دونك كتبغي غير شي بلاصه اللي كتكون شي حمام ولا شي حاجه، يعني كتكونش فيه شي مسافه كبيره بزاف، ولكن هي حل صراحه نهائي. بالنسبه لي عاود غتكون مثلا كاري عندك الدار د الكرا، او لا ما بغيتيش يعني تزيد عليك بزاف ديال الخدمه تهرس، وراكم عارفين ملي كتهرسوا جليج وكديروا الخدمه يعني كتعطيو راسكم بزاف ديال الخدمه. دونك هي الحل النهائي باش غتغطي الجليج كما قلت لكم، وفيها الوان عديده بزاف، اي لون حبيتو كتلقاو فيها. المهم هذا ما كان البنات بما يخص الصباغه ديال الجليج. كنظن انني وضحت لكم بعض الحويجات بالنسبه اللي ما كانش عنده سبيرينسا معاها، او لا كان كيقلب على شي حل باش يغطي الزليج ديالو. ودابا البنات كما كتشوفوا بين ما الزوج ديالي ان شاء الله كمل هاد البلايصه هادي ديال صباغه الجليج. دابا غندوز معكم ان شاء الله، نحضر معكم الغديوه ديالنا اليوم اللي طويجين مغربي عادي. وان شاء الله من بعد بقاو معايا، يعني اي حاجه درناها غنشاركها معكم ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا البنات رجعت معكم باش نديروا ان شاء الله الغديوه ديالنا. كما كتشوفوا غنديرها في الطاجين. وواحد الحاجه البنات كنت بغا نهضر لكم عليها، وهي بالنسبه للبنات اللي عندهم لا بلاك. كاينه هاد الصفيحه حتى هي اندوكسيوني، بالنسبه ملي كتبغيو ديروا الطاجين او لي شي يعني البراد ديال الاتاي حتى هو ما كيخدمش ليا بها. دونك خديت هذه كديرها البنات 16 اورو. كنحطها هكا فوق منها، يعني بالنسبه للكوامل اللي ما كيخدموش اندوكسيوني اي حاجه. يعني بالنسبه للبرمه عندي جايباها من المغرب ما كتخدمش ليا اندوكسيوني. بالنسبه للبراد بالنسبه للطاجين كما قلت لكم كديروا هاد الصفيحه هذه وعاد كتخدموا من فوق منها. يعني دابا راه غندير عليها الطاجين كتسخن هي، وهي اللي كتوصل العافيه لي شيبيانتي اللي غدير من فوق البوطه. هذه بالنسبه للبنات اللي عندهم كما قلت لكم الفورن اندوكسيوني، وما يعني تلقاو صعوبه باش يحطوا فيه اي حاجه، ما كيخدمش كلشي فوق منه. دونك كنمشي هاد الصفيحه كما قلت لكم البنات، هاد الصفيحه هذه خديتها ب 16 اورو من عند المحلات اللي عندهم المواعن. تما لقيتها عندهم. ما علينا البنات، دابا غنحط الطاجين ديالي سخون كما شفتوا. عندي هنايا الدجاج اللي خرجته وغسلته مزيان بالحامض والخل والملحه كما كتشوفوا. غنخلي الطاجين ديالي حتى يسخن صافي، وغندير فيه الدجاج وغنخليه شويه حتى كما قلت لكم دائما نخليه حتى ياخذ واحد اللون ديال التحمر، وعاد غندير عليه الاقامه. المهم ما نطولش معكم، ما نطولش عليكم بزاف عفوا. نتلاقاو من بعد. كما كتشوفوا معايا البنات هنا من بعد ما كما قلت لكم الدجاج تحمر ليا شويه، انا غنضيف دابا المقادير اللي عندي. دونك غندير بصيله. شكون البنات اللي بحالي كتعجبها تاخذ البصله هكا صغيره؟ كتعجبني بحال هكا. بعض المرات كنبغي نديرها في شي اطباق ما كتكونش خصها البصله بزاف، دونك ما كيعجبنيش نخلي يعني نص البصله. كما شفتوا معايا طويجين عادي. غادي نقطع البصيله ديالي على هذا الشكل هذا.
كما قلت لكم ملي كيشط الطرف ديال البصله الكبير يعني ما كيعجبنيش. كنحاول دائما ناخذ هاد البصيلات اللي كيكون هكا صغار. كما شفتوا معايا البنات عندي هنايا الثومه كما كتشوفوا. غندير جوج ولكن ما كيقدوش في المهم جوج ضروب ديال الثومه كما كتشوفوا. غندير البنات يعني الربيع، غنخلي واحد شويه حتى نزوق به من بعد كما شفتوا معايا. هنا البنات عندي الماء كيغلي، غادي نطيب شويه الشيفرول عندي، غادي نديرو على شكل المهم غنديرو بواحد الخلطه وغادي نديرو في الفران ان شاء الله حتى هو نلقاو مع الطاجين. المهم انا غندير الحامض راكم عارفين على حساب الريحه باش ما تطلقش ليا الريحه ديال الشيفرول كما عارفين. الشيفرول ديالي البنات هي هذه، هو غسلته قطعته وغسلته، ما غاديش نسلقو بزاف، غادي نخليه شويه شاد في راسو ومن بعد غنوريكم الطريقه اللي غنديرو بها. كان عندي البنات صراحه وختو لي خسر ليا دونك بغيت نعتقو في اخر لحظه كما كتشوفوا. يعني كتبقى في الحاجه هكا ملي كتشريها وكتصبر عليها غير واحد النهار يومين ولا تحس بها غادي تمشي امالي، يعني غادي تمشي كتقول اللهم نعتقها. كما شفتوا معايا راه نيت جالي كثير على جميله مي شويه غيهبط. صافي هنا غندوز الطاجين ديالي كما شفتوا، غندير الملحه كما شفتوا البنات مليحه، غندوز ندير الإقامة ندوز ندير الإقامة البنات. راكم عارفين نهار ديال الخدمه خصكم ديروا شي حاجه تكون ساهله. المهم غندير هنا شويه ديال السكنجبير، ما غاديش نكثر لانني عندي السكنجبير طري وغندير منه شويه كما كتشوفوا. عندي هنايا البزار عندي البنات الخرقوم البلدي، واخا حتى هو عندي صراحه طري كان جابته لي الاخت ديالي كانت درت لنا به صراحه واحد العصير ديال اللي كيكون هكا ضاربك البرد ديال الكلوانسه. دونك بقى ليا وغادي ان شاء الله نضيف منه حتى هو شويه طري كما كتشوفوا. كما كتشوفوا البنات هو هذا السكنجبير والخرقوم هو هذا طري والسكنجبير هو هذا كما قلت لكم نقيه كما كتشوفوا البنات منقي كيجي على هذا الشكل هذا كنجرو بحال الخيزو كما شفتوا وديجا كيطلق اللون البنات. شوفوا اليدين ديالي ولاو صفرين. وهذا الطريف ديال السكنجبير كما قلت لكم. الطري البنات راه كيعطي منافع عديده اكثر صراحه من ملي كيكون هكا غبره. المهم غادي نحك منه هكا شويه وعنده حتى المذاق ديالو مغاير على كما كتشوفوا البنات. ما غاديش نكثر وغنحك البنات حتى شويه ديال السكنجبير كما كتشوفوا طري. على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا البنات. يعطي صراحه واحد المذاق رائع في المريقه ديالنا. صافي البنات غادي نخلي هاد الاقامه اللي درت يعني تحمر معها شويه تدخل في الدجاج كما كتشوفوا.
غندير شويه ديال الماء وغادي نخلي تقلى ديال الطاجين ديالنا. نخليه يتقلى واحد شويه بين ما خدات ديك الاقامه صافي. ومن بعد غنضيف ليه شويه ديال الماء صافي. نخلي شويه الدجاج يطيب. كما كتشوفوا البنات الغديوه ديالنا دابا راه هي كطيب. بين ما درت الخضره ووريتكم الطريقه باش غندير الشيفلور. جيت نشوف هنايا الاشغال فين وصلت. كما كتشوفوا البنات هذا هو الحائط اللي بغيت نصبو ان شاء الله في الصاله. ولكن البرايمر البنات اللي كنت شاركت معكم في لا فيديو ديال البارح راه هو كيطبق هو الاول بالرولو وكيبقى 24 ساعه. دونك ان شاء الله غنديروه اليوم كما كتشوفوا. وغنكمل معكم الغديوه ان شاء الله ديال اليوم. ومن بعد غنحبس لا فيديو حتى ان شاء الله غدا منين نكملوا الصباغه غنوريكم ان شاء الله النتيجه الاخيره. كما كتشوفوا البنات معايا من بعد ما تقلى ليا الدجاج ديالي مزيان كما كتشوفوا عاد غنضيف ليه الزيت. كما كتشوفوا تشرب الاقامه مزيان. دابا غنضيف الزيت ديالي كما كتشوفوا معايا هو تقلى مزيان. ورائحه البنات ديال السكنجبير والخرقوم ما نقولش لكم الرائحه ديالها كيفاش طالعه. المهم دابا البنات غنضيف غير شويه ديال الماء صافي. وغادي نضيف الخضره للطاجين ديالي. كما كتشوفوا معايا البنات الطواجين ديالي هو هذا. درت فيه كما قلت لكم غير بطاطا والزيتون. هكا زوقته شويه صافي يعني طاجين عادي. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نشاركوا مع بعضياتنا. يعني باش نحضروا مع بعضياتنا الشيفلور في الفرن. البنات كما كتشوفوا رجعنا باش نوجدوا الشيفلون هكا مع بعضياتنا. كما كتشوفوا عندي البيض البنات حسب المقادير شحال عندكم ديال تقريبا ديال كيف ما كنقولوا ديال الشيفلون. عندي هنايا 4 البيضات لانهم بانوا لي صغار. غندير 4 البنات كما كتشوفوا. أربعة ديال البيضات البنات. عندي هنايا ثوم بودره كما كتشوفوا. كيعطي واحد الكو زوين. الا ما كانش عندكم البنات تقدروا تعوضوا بالثومه عاديه. كما كتشوفوا عندي شويه ديال البزار. بالنسبه للبنات اللون الا بغيتوا ديروه اللون يعني احمر كما كتشوفوا الفلفل الاسود. عندي البنات الملحه على حسب واش ملحتوا الشيفلور ولا لا. يعني الملحه كتبقى على حسب الذوق اولا كما قلت لكم واش ملحتوا الشيفلور ولا لا. انا ما درتش الملحه في الشيفلور دونك ضفت شويه الملحه كثيره هنايا. كما قلت لكم البنات اللون على حسب كيفاش بغيتوه يجيكم. يعني بغيتو يجيكم لون كما كنقولوا احمر غنضيفوا الفلفل الاحمر. الا بغيناه يبقى هكا ابيض نضيفوا غير هاد المقادير اللي كنديروا معايا دابا. هنايا عندي البارميزون البنات غنضيف واحد شويه ديال البارميزون كيعطي حتى واحد المذاق زوين كما كتشوفوا. من بعد البنات عندي هنايا يعني المعدنوس كما كتشوفوا. عندي البنات لا شابليغ حتى هي غادي نضيف منها واحد الكميه. كتشوفوا غنبدا البنات ندمج العناصر. وعاد غنبدا البنات كما كتشوفوا ندمج هاد العناصر هذه مع بعضياتها. غنشوف على حسب لا كونسيستانس اللي عندي. كما قلت لكم البنات غنحاول ندمج هاد العناصر مع بعضياتهم. غادي نضيف شويه ديال الفلفل الاحمر كما قلت لكم هنايا. انا ود اللون كيجي شويه احمر.
صافي وغادي نخلط الكل. الا لقيت البنات بان الكومبوستو عندنا شويه يعني عاقد، غادي نبدا نضيف الحليب او بيشاميل، حتى البيشاميل هي كتواتى معاها. دونك في هاد لوكا انا كما قلت لكم البنات، فانا غنضيف الحليب وغادي نشوف الكومبوستو كيفاش يعني خصو يكون هاد كما كتشوفوا معايا. الا بغيتو ديري اللون الاحمر اكثر تضيفوا كما قلت لكم الفلفل الاحمر. صافي البنات هذا هو الخليط ديالنا. كما قلت لكم الحليب تقدروا تعوضوه حتى بالبيشاميل الا كانت عندكم واجده. صافي البنات هذا هو الكومبوستو ديالنا. كما شفتوا معايا الشيف راه اللي سبق ويعني وجدته كما كتشوفوا. ها هو مسلوق، ما مسلوقش بزاف البنات، مازال شاد في راسو. حطيته يبرد، صفيته حطيته يبرد. دونك في هذه الاثناء هذه غادي ناخذ واحد الريشيبيانتي اللي غندخل ليا الفرن. غندخل ليه الفرن وغنحطو، نقدر نحطو حتى في المائده. غناخذ هذا البنات كما كتشوفوا، غناخذ هذا اللي عندي هذا. صافي البنات وغادي نبدا ننزل الشيفرون ديالي على هذه الطريقه هذه. شوف كيبان لكم. وغنخدم بيديا، قدرتو تخدموا، انا عزالي نخدم بيديا. دونك كما شفتوا راهو كيتهرس. دونك الا خليتوه شاد في راسو من الاحسن. كما كتشوفوا على هذه الطريقه هذه. صافي غنوصل البنات الشيفون اللي عندي كله في هذه الباستيلا هذه. صافي وغندخلو للفرن، يعني ماشي بزاف، غير دقائق معدوده، لانكم كما كتعرفوا راه كلشي طايب، يعني خصو غير تحمر لينا هاد الشيفرون هذا. صافي ونخرجوه من الفرن. غنواصل البنات بهذه الطريقه هذه ونرجع معكم. البنات كما كتشوفوا معايا رجعت معكم. هذه هي الغديوه ديالنا اللي حضرت معكم. كما كتشوفوا هنايا الشيفرون البنات اللي حضرت معكم حتى هو في الفرن. كيجي البنات رائع صراحه، كيجي كروكانتي. درت عليه شويه ديال لاشابلور من الفوق قبل ما ندخلو الفران، يعني كيجي كروكون زوين. المذاق ديالو رائع، كنتمنى تجربوه. هذا ما يخص البنات الغديوه ديالنا. حضرت هنايا واحد العويصير بالافوكا والتفاح وشويه ديال الزبيب. الخبز البنات غير ديال الشريان، يعني ما حضرتوش معكم، غير شريناه ديال القمح. هذه الغديوه ديالنا البنات. ان شاء الله لبقى لي الوقت في هذا الفيديو غادي نشارك معكم صباغه ان شاء الله ديال الحائط ديال الصالون كما قلت لكم. الا جا الفيديو طويل البنات ان شاء الله نشارك معكم في فيديو اخر. كنقول لكم مع السلامه في فيديو القادمه ان شاء الله. تهلاو في راسكم.